جه يسوع وبدون أي استحقاق من أي إنسان على وجه الأرض، لأن الجميع زغوا وفسدوا معا وليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. جه يسوع ودفع ثمن خلاص البشرية كلها، وما ميزش ما بين جنس ولا جنس. ما دفعش لليهودي ولا للمسيحي أكتر من أي ديانة أخرى، دفع للكل خلاصا أبديا. على عود الصليب قال قد أكمل، دفع للكل. ورغم كده لسه العالم، المسيحيين والمسلمين واليهود واللي من غير أديان، لسه العالم معرفوش طريق خلاصهم كما ينبغي، معرفوش السكة. ايه المشكلة؟ المشكلة ان في حرب علينا، حرب ما بين مملكة النور ومملكة الظلمة. مملكة الظلمة بتقنعنا ان احنا عايشين في الظلمة ومش هنقدر نطلع من هذه الظلمة، زي بالظبط فزاعة النظام البائد كده، لما يقول لك مش هيحصل، مش هتقدر، لو طلعت هيجرى وهيحصل. أكاذيب، إبليس بيشيع أكاذيب. بس أنا عايز أقول لك إن الكتاب بيقول أن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون للتوبة. قدم توبة هتفرح السماء، هتكتشف إن كل الوهم وكل السحابة السوداء اللي بتحيط بيك هتنقشع من أمامك، وإبليس كذاب هيهرب منك. صلي معايا: يا رب أنا بتوب قدامك، يا رب أنا بنصرك وبقول لك أنت اللي ليك الحق إنك تمتلكني، لأنك أنت اللي دفعت تمن خلاصي. أنا ليك وأنا برفض الشيطان، أنا بختارك وأنا برفض إن أنا أكون في مملكة ظلمة. أنا عايزك أنت. آمين.